من الاكلات اللي بحب اعملها جدا في رمضان، بحس ان هي اكله كده سهله وسريعه وفي نفس الوقت مش بتحتاج جنبها اي حاجه تاني غير شويه سلطات. بس قبل اي حاجه هنسمي الله ونصلي على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. جيبي بقى 3-4 بصلات وتبداي ان انت تقطعيهم اللي هو التقطيع الجوليان، هتحطيهم في اي طاسه بقى يكون ليها غطا، هتحطي عليهم من 3-4 معالق من زيت الزيتون ومعلقه فلفل صغيره ومعلقه ملح ومعلقتين من السماق. والسماق هنا حاجه ضروريه قوي في الوصفه بتاعتنا، هم اهل البلد بيعملوها لازم بالسماق وزيت الزيتون. وتبداي بقى اللي انت تدعكي كويس جدا البصل وتدخليه في البهارات دي. هتكوني انت بقى جايبه فرخه عندك منضفاها بشويه ليمون وشويه ملح وتكوني مفتحاها بالشكل ده كده، هتدخلي فيها بقى كل البصل اللي احنا عملناه ده وهتغطي الطاسه دي وتدخليها الفرن على اعلى درجه حراره، هتقعد بالظبط ساعه. هتطلع لك يا جماعه دايبه. بقى لما تستوي معاكي وتحسي ان هي خلاص بقت دايبه كده، افتحي عليها الشوايه واديها لون حلو. هاتي بقى كيس عيش شامي، كيس عيش صاج حسب ما تحبي، ابدأي حطي الصوص الاول بعد كده عليه الفراخ وتاكلي من قلب العيش من تحت بالصوص وتعصري عصرة ليمون على الفراخ، هتاكلي احلى مسخن بجد. حلوه قوي وسهله وسريعه. يا رب الوصفات تكون بتعجبكم وبألف هلا وشفا. اشوفكم بخير الفيديو الجاي. سلام عليكم.